السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. نتكلم النهاردة عن الفيديو او الفيديوهات اللي يقول لك انا بدأت في شهر اتنين، بدأت في شهر تلاتة، بدأت في شهر اربعة، بدأت في شهر خمسة، والكلام العبيط ده. هو في منه بيحصل اكيد، بس مش كل الناس هتعمل الكلام ده، او مش كل الناس هيكون عندها الارادة اللي هي تعمل الكلام من ده. مش كل الناس اصلا هتعرف تعمل اللي هو انت عملته. تمام. هتيجي تقول لي ما تتكلمش يعني اسمه ايه ده، اللي هو بالتخفي والكلام من ده. انت طالع تتكلم على دكتور حسام عيسى، انا طالع اتكلم على الفيديو. بس لو انت سمعت الفيديو بتاعه وانت مراقب، فانت المفروض دلوقتي حاجه من الاتنين: يكون نايم، يكون بتذاكر 8 ساعات. إيه اللي جايبك الفيديو معرفش. فهو انت العيب فيك عامه يعني. هو الراجل طلع، قال اللي عنده. الراجل طلع قال لك اللي هو عمله. مش مشكلته تصدقه ولا ما صدقهوش. تمام. هو قال لك والله كل حاجة حصلت خلاص. يعني هو صادق، هو مش هيطلع يكذب علشان شوية فيوز أو شوية أي حاجة. تمام تمام. فأنت لو سمعت الفيديو بتاعه وأنت مراقب فعلا عشان تعمل اللي هو عمله، فأنت قلت لك المفروض تكون حاجة من الاتنين: يا نايم يا بتذاكر. تليفون، تابلت، لابتوب، ممنوع. هو راجل قال لك 8 4 8، اللي هو انت تذاكر 8 تنام 4، تذاكر 8 تنام 4. اكلك شربك حاجات دي مع المذاكره. يعني انت وانت بتاكل ذاكر، وانت بتشرب ذاكر، وانت بتصلي يكون بتذاكر. فهو برضه يعني الحته دي مبالغ فيها شويه. هل قصده بقى 8 4 8 4 دي اللي هو مثلا ما اعرفش اليوم كام ساعه الصراحه، بس هو اليوم 24 ساعه، يعني ده اللي عندنا. في منهم مثلا صلاة، وفي منهم أكل، وفي منهم شرب، وفي منهم تضييع وقت. يعني أكيد أنا مش هستحمل 8 ساعات ورا بعض زي كده. هو الراجل يعني بسم الله ما شاء الله على، يعني لو كده فهو أسطورة. يعني لو كان بدأ في شهر تلاتة كان هيجيب ال98 عادي. يعني أنت لو جمعت عدد الساعات المذاكرة لو اللي أنت هتذاكرها من أول السنة لحد آخر السنة، مش هيتجمع عدد الساعات اللي هو عملها. يعني على الكلام اللي هو ذاكر من شهر اتنين لشهر ستة أو شهر سبعة، معرفش إيه يعني. الثانوية عامة عندهم كانت تقريبا، هو كان أيام كورونا. وبالمناسبة هو أيام كورونا فكان ملغي من عندهم حاجات. يعني هو يعني يعني بعض التحريات كده اللي هو كان هو عيد ميلاده 23 كان في 2025. معنى كده اللي هو كان مواليد 2002. 2002 دول كانوا دفعة كورونا، كانت اتلغى من عليهم نص العضوية تقريبا ونص الفيزياء الحديثة. وجا تلات وحدات من الإنجليزي، وفي آخر 3 وحدات والكلام من ده. فهو برضه الظروف ساعدته. فالظروف مش كلها زي بعضها. هو برضه قال لك انا ذاكرت لوحدي. فانت اصلا المنهج الجديد ده تعرف تذاكر لوحدك؟ ده انسى. يعني هو كان نظام ثانويه جديد. يعني انت تذاكر كيمياء عضويه، كيمياء كهربيه، فصل اول تاني تالت رابع، اي حاجه تذاكرها، كيمياء فيزياء، مش هتعرف تذاكرها لوحدك خالص. فاللي هو عمله لوحده ده انجاز. يعني هو انت بس يعني حوار ان انت تذاكر فيزياء لوحدك ده اصلا ما كنتش سامع شرح قبلها او عضويه. فانت لا، انت كده يا باشا اسطوره يعني يا فوق خالص يا بتكذب. مفيش حاجه من الاتنين. بس هو اكيد مش هيكذب. فهو انت ابدأ وخلاص. ما تستنانيش اجي اقول لك انا هذاكر لك مثلا العضويه كلها في ساعه. ما تستناش حد غيري يطلع يقول لك حاجه غير ان انت تبدأ. ما تستناش حد يعمل لك لو عمل لك ملخص فانت مضطر تذاكر. سماعك المحاضره لوحده مش مقياس انك ذاكرتها، ولا مذاكرتك اول مره مقياس انك ذاكرتها. يعني انت لازم تسمعها مرة وتذاكرها وتحل، وترجع للأسئلة اللي انت غلطت فيها من المحاضرة ذات نفسها، وتعرف الشرح بتاعها. تمام. هو ده اللي هو ايه الحاجات اللي هي بيقول لك شهر اتنين، وبدأت في شهر اتنين وجبت 98 والكلام من ده. هو ده انا طالع اتكلم فيه. انت اصلا لو ماشي ورا الفيديوهات او ماشي ورا الفيديو بتاع الدكتور حسام عيسى، يعني انت دلوقتي كنت نايم يا بتذاكر. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا. ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.